اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. النهاردة بقى نزلت السوق جبت شوية خضرة قبل ما تغلى في رمضان، وانتوا عارفين الخضرة في رمضان بتبقى غالية جدا وما بنستغناش عنها. قلت بقى هجيب شوية خضرة كده وافرزهم معايا واحطهم في الفريزر للمحشي. عايزة شوية بقدونس، عايزة شوية كزبرة لوحدهم، قلت هخليهم في الفريزر واريح دماغي. انا بنضف بقى الخضرة بتاعتي كويس قوي من اي حاجة مش عاجباني. في ناس كتير بتتلخبط بين البقدونس والخضرة، هنا انا بوريكم الفرق. ان البقدونس بتلاقيه ورقته خضرة غامق شوية، لكن الكزبرة بتبقى افتح. غسلتهم كويس جدا ونقعتهم في مية وخل وسبتهم على الفوطة بتاعة المطبخ ينشفوا خالص خالص. بعد ما نشفوا بقى هجيب البلانشة بتاعتي بسرعة وهقطع اول حاجة الشبت. انا هنا هعمل الخضرة دي كلها مع بعض، هستخدمها بقى للمحشي او كفتة الرز. هتبقى جاهزة معايا على طول، اخد الكمية اللي انا عايزاها بمنتهى السهولة. بس كده، يلا يا رنوش نقطع الشبت. ويلا هوب، الشبت كله اتقطع تمام التمام. هحطه بقى في الطبق بتاعي، وبعد كده هقطع يلا بقية الكمية. عندي البقدونس هقطعه. خدي بالك البقدونس ابعدي دايما عن العود ده، لان هو بينزل مية كتير. وهوب كمان خلصنا البقدونس زي الفل. فاضل عندنا الكزبرة. تمام التمام. بتقطعي بقى التقطيعة اللي انت عايزاها، عايزاه حجمه كبير عايزاه حجمه صغير، وخلاص لا سحر ولا شعوذة، خلصنا تقطيع الخضرة في ثواني. بس هحاول الخبطهم بقى كلهم على بعض كده عشان كله يمتزج في بعضه، كله يبقى واخد من بعضه. بس هجيب كيسين بقى من التلاجة وهحاول اوزع الكمية دي لانها كبيرة، فانا هعملها على كيسين. يعني انا ممكن استخدمها في مرتين محشي مثلا، او هاخد مرة واعمل بيها كفتة رز. هتبقى جاهزة معايا وزي الفل. تمام التمام. بس هنا بحط بقى الكميتين قد بعض بالظبط، وبحاول ان انا اخلي الكيسين زي بعض. زادوا بقى هنا شوية زاد هنا شوية، مش هتفرق كتير. زي الفل كده، عظمة عظمة عظمة. اسهل طريقة يا ست الكل اللي انت تشيلي منها الهوا من الكيس. بص اللفة اللي انا بلفها دي، ايوه، وبتدوسي جامد وبتربطي في الاخر. عايزة اوريكي بقى حجم الكيس بقى ازاي. بصوا كمان السمك بتاعه تحطيه في التلاجة مش بياخد مكان خالص خالص. وريتك الفرق بين اللي لسه ما تلفش وخرج منه الهوا واللي اتلف خلاص وخرجنا منه الهوا. والطريقة دي ممكن تعمليها مع اي خضرة هتفرزيها. بصوا، عظمة عظمة عظمة. كده انا فرزت الكيسين بتوعي بقى، خلاص هحطهم في الفريزر. بس عشان ما تلخبطش ان اذا كان ده كزبرة ولا بقدونس ولا خضرة، انا بقطع ورقة كده وبكتب عليها خضرة محشي. خدي بالك يا رنوش، اول ما هفتح الفريزر وهبص في الكيس هعرف ان دي خضرة المحشي. انا كنت مفرزة قبل كده كزبرة اهي، ومفرزة كمان بقدونس.